سؤال ليك النهاردة غريب شوية وعايزك تفكر فيه لحد آخر الفيديو. عمرك سألت نفسك ليه كل ما تيجي تفتح صورة سندوتش كبدة وانت جعان النت بيقطع بالذات عند الطحينة؟ خلي بالك إجابة السؤال ده فيها سر. خلينا ندخل في المهم يا صديقي وأجاوبك في آخر الفيديو. احنا بقينا عايشين في عصر التاتش. حياتنا كلها عبارة عن أيقونات ملونة على شاشة الموبايل. عايز تاكل تطبيق، عايز تركب مواصلة تطبيق، عايز تحب وتتجوز برضه تطبيق. التطبيقات بقت عاملة زي الصديق اللي لازقلك 24 ساعة، ساعات بيفيدك وساعات بيضيع وقتك، بس الأكيد إننا مقدرش نستغنى عنهم. النهاردة بقى جايب لك تطبيق عبقري وحلال للمشاكل، وخصوصا للناس اللي بتسافر أو بتحب التكنولوجيا النظيفة. تطبيق اسمه جوجل فيه وايرلس فاي وايرلس. بص يا سيدي، جوجل فاي وايرلس ده مش مجرد تطبيق ده تلعب بيه أو تلعب عليه، ده تطبيق تابع لشركة أو خدمات شبكة محمول من شركة جوجل نفسها. فكرته ببساطة إنه المايسترو بتاع خط تليفونك. وظيفته الأساسية إنه يخليك تتحكم في باقتك وتدفع فواتيرك، والأهم من ده كله إنه بيشغلك على أفضل شبكة متاحة في المكان اللي انت فيه اوتوماتيك ومن غير ما تحس بأي تقطيع. طب نستخدمه ازاي يا عمنا؟ الموضوع بسيط ومش محتاج فزلكة. أول ما بتنزل التطبيق بتسجل حساب الجيميل بتاعك وبتطلب شريحة أو بتفعل شريحة الإي سيم وانت قاعد مكانك. التطبيق واجهته سهلة جدا، بيوريك استهلكت كام جيجا وفاضلك قد ايه. ممكن كمان تضيف أفراد عيلتك وتعملوا باقة عائلية توفروا بيها فلوس كتير. وده طبعا شيء يحترمه جيبك جدا. مميزات التطبيق اللي تخليك تحبه: أهم ميزة ودي اللي بتميزه عن غيره في التجوال الدولي، لو انت شخص بتسافر كتير التطبيق ده كنز. تنزل من الطيارة في أي بلد تلاقي النت شغال بنفس سعر باقتك العادية في أمريكا تقريبا، من غير ما تضطر تشتري خط جديد وتدخل في حوارات شريحة سياحية ونصب التجار. كمان التطبيق فيه ميزة أمان عالية جدا، بيعمل تشفير لمكالماتك وبيحمي لك بياناتك بالفي بي ان مدمج جوه ببلاش. بس عشان انا صاحبك وخايف عليك لازم اقولك العيوب اللي الناس اشتكت منها في تعليقات البلاي ستور. بصراحة يا صاحبي مفيش حلو يكمل. اغلب المستخدمين اشتكوا ان خدمة العملاء ساعات بيبقوا عاملين زي الانسان الآلي، ردودهم محفوظة ومش بيحلوا المشاكل المعقدة بسرعة. كمان في ناس اشتكت ان التبديل بين الشبكات ساعات بيعلق ويفصل المكالمة. تاني حاجة، بيفصل المكالمة ثانية كده ويرجع تاني. والعيب الأكبر بقى إن الخدمة دي أساسا موجهة للمقيمين في أمريكا، يعني لو أنت عايش في مصر بس مش هتعرف تستفيد بيها إلا لو سافرت هناك. نيجي بقى للسؤال اللولبي: هو المطور بيكسب إيه لما التطبيق ده مجاني؟ جوجل بتكسب كتير كتير جدا يا صاحبي. بس بص يا ناصح، مفيش قط بيصطاد لفار. التطبيق نفسه مجاني تحمله بس الخدمة اللي بيقدمها باقات نت ومكالمات بفلوس، وفلوس مش قليلة. دي الطريقة المباشرة. أما الطرق الخفية بقى في تطبيقات تانية مشابهة، هي انهم بيعرفوا عنك كل حاجة، بتروح فين، بتكلم مين، بتحب تاكل ايه. البيانات دي يا معلم بتستخدم عشان يظهر لك اعلانات موجهة تخليك تشتري حاجات انت ما كنتش عارف انك محتاجها اصلا. يعني انت السلعة والزبون في نفس الوقت. طيب لو التطبيق دوت مش متاح ليك يا غالي او غالي عليك، إيه البديل؟ لو انت بتدور على تحكم في الباقة، في تطبيقات شركات الاتصالات العادية عندنا زي فودافون وماي اتصالات بيقوموا بنفس الدور الإداري. أما لو بتدور على النت وانت مسافر بأسعار رخيصة، في تطبيق ايرلو أو اير ألو، وده بيبيع لك شرايح إلكترونية لأي بلد في العالم بأسعار ممتازة من غير اشتراكات شهرية. نرجع بقى لسؤال أول الحلقة: ليه النت بيقطع عند صورة سندوتش الكبدة؟ الإجابة ببساطة عشان ربنا بيحبك وبيقول لك قوم سيب الموبايل وانزل هات لك سندوتش حقيقي بدل ما انت قاعد بتاكل بعينك كده. صح؟ لو عجبك الكلام وحسيت اني خايف على مصلحتك، ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك عشان يوصلك كل جديد عن التطبيقات اللي تسهل حياتك. السلام يا صاحبي.